لا ده لما ربنا بقى بيبعت دي حاجه تانية. ليكي طقوس معينه كده في لا هي بتيجي كده رزق؟ ماليش طقوس، وعمري ما فهمت الناس اللي عارفه يبقى ليها طقوس. يعني انتوا في حاجه اسمها انا هروح اقعد فاكتب، طب ما جاتش يعني صعبه. بس في حاجات بتساعدني. يعني انا بحب مثلا لما يبقى عندي بلوك اسوق، اركب العربيه كده والف لفتين 3 تيجي. طب كلمينا بقى عن ياسمين عبد العزيز صاحبتي. الاغنيه الاخيره انت كنت عملتي اعلان رمضان اللي هو ازيك يا طنط ازاي، هو نفس التيم. طبعا العميل مختلف بس نفس صناع العمل يعني. احمد طارق يحيى طبعا شريك النجاح المستمر، وربنا يخليهولي ويحافظ لنا على بعض. بس احمد انا بعتز بيه يعني اختياراتي مدمره حياتي، اليوم الحلو ده، بالراحه يا شيخه، اعلانات ياسمين عبد العزيز اللي عملناها مع بعض كلها، احنا فريش وفرافيش. يعني بص تاريخ. وبقى غير حاجات اللي هو بقى موزع، يعني هو موزع غزاله رايقه، يعني حتى حاجات اللي هو ما لحنهاش بس موزع، حطت فيها تاتش برضه. لا شريك اكبر رصيد من حد نجحت معاه، اكبر رصيد لاحمد طارق يحيى. ما فيش يعني بنوجه له التحيه والسلام، بوجه له الحب. طب كلمينا بقى الاغنيه ياسمين بقى عبد العزيز والاغنيه دي تعبتني نفسيا جدا. بس وانت بتاكلي؟ ما انا مش بعرف اعمل الاثنين. انت قاعد بتسمع وشغلني. طب ماشي هتكلم انا شويه وانت لا احكي لك على ياسمين وبعدين انا هيك. يلا. ياسمين عبد العزيز حلو. ياسمين اولا تشالنج ابن لذينه، والاعلان ده تعبني ليه. اولا انا بحب ياسمين احب، هي عارفه، وانا يعني دايما بقول واي ميك شور ان انا لازم هي تبقى عارفه. انا بحبها جدا وبحب دعمها ليا والناس اللي هي بتحبهم عامه. ست داعمه جدا وامباورنج، وبعدين تؤمن بيك او لا يعني فاهم قصدي. فلو مؤمنه بيك لا يلا اشتغلوا طلعوني انا عارفه كده بالظبط. فياسمين بحبها ودمها خفيف وبتساعدني وفي ثقه، في مساحه ثقه. دي اكتر حاجه بتفرق لي مع الارتست. مفيش حد نجحت معاه الا لما ساب لي المساحه دي لازم. فهي كده يعني تقول بس دلوقتي يعني برضو في اماره يعني لازم يثقوا فيك يعني. مش لا هي بقى غير الاماره دي تخليهم يكلموك على فكره. مش يسيبوك تشتغل في وسايبين نفسهم عادي كده. يعني الاماره دي تخلي الناس اكتر تكلمك تشتغل معاك. بس على ارض الواقع اللي طبيعته بيتدخل، واللي طبيعته عايز يعمل كل حاجه بايده بتلاقيه عمل كل حاجه. مين بيتدخل كتير بقى؟ ما اقولش اسامي بس اقول لك لا في ناس، لا عايز نقول اسامي ماشي. بس في ناس طبعا بيتدخلوا ما بيسيبوش مساحه. وبنتكلم على فكره بعدها وبنوصل لحته انت شايفه نفسك مين، يعني انت بنت امبارح عشان لا وانا اقول له مثلا انت ضيفته وبمنتهى الحب ونتصالح وبس. احنا عارفين ان هي ايه، بنيجي عند حته الشغل وممكن نزمزم. لا ما هو انا عايزه حريه. انا عايزه اقول، انا عارفه ان الكلمه دي دمها خفيف، انا عارفه مش عارفه اثبت لك دلوقتي حالا ان الناس هيحبوها بالظبط. بس انا عايزه اقول. طب بتحصل بقى حد يعترض على كلمه ما تعجبوش وانت اللي هو لا فتروحي تعمليها مع حد تاني تنجح قوي، تقعد تبعتيها له بقى اللي هو شوف طبعًا. مش قلت لك طبعا كان زمانك انت اللي مفايرال دلوقتي. بتحصل بس ما بعملش مش قلت لك دي الا مع صحابي. ايوه من باب النكش. ايوه بس طبعا ما اقدرش اعمل كده في المطلق. بس طبعا. طب عمرو دياب بقى، انت عارف ان انا الاغنيه دي في رمضان قعدت اسمعها مثلا، يعني كل يوم اصحى اسمعها مثلا 5 قفشت ان هي دي انا ولا بعيده، اصل هي مش شبه ستايلي. لا هي عجبتني بصراحه. بس ما لقطتش ما قلتش دي مني. لا بخش ادور على اساس هلاقي اسمك غالبا. انا عامه دايما بعرف اغنيتك قبل ما بتشك فيا، من عشان كده بسألك. جدا طبعا. اصل هو الناس كلها بتكتب اللي هو بحبك وفاهمه اللي هو الحاجات التقليديه. والله انت عارف ان ده اصعب، والله التقليدي ده عشان يطلع حلو ده حرفه لوحدها، ده فن لوحده. والله احنا لا بس اللي انت بتعمليه احلى. لا مش من وجهه نظري يعني مميز اكتر، يعني السيجنتشر بتاعتك باينه والاغنيه بتبقى من كلام الناس. مش عارفه بقى، بس انا بالنسبه لي الرومانسي ده صعب، ده انا نفسي اعرف اعمله.
يعني الرومانسي اللي هو السهل اللي هو كلام حلو. انا بقول اللي هو مثلا في اغنيه اللي هي في قصه حب على شاطئ، عارفه الاغنيه دي؟ رامي عياش. يعني مش انت اللي كاتباها انا عارف، بس قصدي اللي هي نوعيه الاغاني دي نادرا يعني لازم تبقى ليا عشان اسمعها، اللي هي احلى واحده فيهم مثلا. بس في العادي لا، انا بحب اسمع الكلام اللي هو دلوقتي يعني عجبناكم كده يعني. انت بتحب اللي هو الافيهات فيها حته كده. بس مثلا يعني ايه، يعني لقيت الطبطب ده مصطلح جميل قوي. انا ما اعرفش ايمن بهجت، ما هو ايمن بهجت قمر على فكره، ما هو نفس الفكره، ترند سافر. لا ايمن بيعمل حاجه بتاعته كده واحنا بنمشي بقى، يعني انا بحس كده، يعني ايمن ترند ساتر بيعمل. انا بحس عندكم نفس الميزه. يا ريت والله. لا دي حقيقه والله، مش بقولها عشان قاعد معاكي، بس انا بقول لك من سنتين الكلام ده عندكم نفس الميزه اللي هي ان الكلام يعني بتحسي الجمل اللي انت بتسمعيها كتير قوي في الشارع وفي يومك وبتاع، عمرك ما تتوقع ان هي تتغنى. فجاه تبص ليها في اغنيه. لا طبعا ده هو ايمن بهجت قمر وانت برضه. يا ريت. هنجيلها زي غلبان قوي غلبان، بس خلينا في عمرو دياب دلوقتي. عمرو دياب بقى، عمرو دياب كل حصه في حياتي كنت بطلع فيها لدرجه انه يعني كنت ساعتها اسال بابا هو الموضوع بوخ ان انا كل ما اطلع اقول عمرو دياب نفسي قوي اعمل اغنيه لعمرو دياب، يعني هل الموضوع كده بقى سخيف؟ نفسي جدا بس طبيعي يعني، فاهم قصدي؟ وانا بحب عمرو دياب وبسمعه، يعني انا من السميعه بتاع عمرو دياب واركز في الرنه والعربه والطريقه والستايل من وانا من قبل ما اكتب اغاني، وزي كتير مرتبط معايا بذكريات في مراحل عمريه مختلفه، الشريط والساحل وطريق الساحل ولمتنا عمرو دياب يعني اول كونسرت حضرتها في حياتي كانت عمرو دياب، وكان اللونش بتاع حبيبي ولا على باله. وفاكره، انا فاكره هي دي الفكره في عمرو دياب، ان انت بتبقى فاكر جزء من حياتك، هو معاك في مراحل في حياتك بجد. مش فكره اغنيه يا حلوه الاغنيه دي انا فاكرها، انت فاكر الزمن بذكرياته باللي حصل. انا الحفله دي انا كنت صغيره وكان معايا اخواتي وقرايبي ولاد خالتي وبنات خالتي وانا اصغر واحده في العيله، فانا فاكره ان هم كانوا بيشيلوني طول الحفله عشان ابقى شايله، فانا انبسطت جدا، يعني انا قاعده حفله كامله متشاله، فاهم قصدي؟ الناس فده مثلا. واصلا انا مش فاكر، يعني نادر قوي لما غير في الاعلان الاخراني ده ان انا بخش بمزاجي كده اقعد اسمع عمرو دياب، ومع ذلك انا حافظه كل اغانيه كلها عشان هي خلاص هي انت هتركب تاكسي هتلاقيها، انت مش هتروح له، هو اولا هيجيلك يعني انت كده يعني خلي بالك انت دلوقتي عشان الزمن اختلف. انت قبل كده كنت بتروح للارتست عشان انت اللي بتروح تشتري السي دي او الشريط او كده، اوكي. لا انا فاكره كل حاجه، يعني بقول لك عمال يجي لي فلاش باكس شرايط وتملي معاك بالفونت بتاعها. حسيتي ايه بقى لما قابلتيه بقى وبتكتبوا؟ ما عرفتش اتكلم قوي، يعني هو كان بيقول لي اللي هو انا فعلا انا مش عارفه افصل ان انا منا دلوقتي اللي عامله اعلان من شركتي كمان، ده الاعلان ده كان اول لونش، يعني انا عملت ايجنسي والاعلان ده كان اول لونش للايجنسي بتاعتي، فانا عايشه الحلم قوي بقى، يعني انا بعمل اول اعلان ليا وحققت فيه كل احلامي، وكمان عمرو دياب هو اللي بيغني اغنيه الاعلان. ايه اللي خلاك تعملي الايجنسي دي؟ قبل اي رمضان سيزون بيكلمني كلاين عايز اعمل اغنيه كذا، عايز اعمل كوبي كذا، اساس ان انا منى اخويا اللي بتكتب، بس انا اساس شغلي ودراستي وكل حاجه الاعلانات انت عارف. فانا كلمني الكلاينت على اساس ان انا عايزين اعمل لهم اغنيه. قعدت معاهم ووقتها انا كنت لسه بحضر لرمضان وخارجه من سيزون مش احلى حاجه، ونفسيا برضو اللي هو لسه عندي اسئله عن المرحله الجايه وهنعمل ايه وكده، في شويه لخبطه كده. وقاعده معاهم بيتكلموا ان هم عايزين يعملوا اغنيه رمضان زي بقى كل كلاينتس بيعملوا، ونعمل اغنيه حلوه وصيفيه وكده. مش في دماغي يا عمرو دياب، مش في دماغي اي حاجه. فبتكلم معاهم فبيقولوا لي انت قولي لنا مين الايجنسي اللي انت بتحبي تشتغلي معاها عشان احنا لسه ما رحناش قلت لهم انتوا لسه مش معاكم ايجنسي؟ قالوا لي لا. قلت خلاص انا عندي ايجنسي. قمت رايحه فاتحاها بعدها. انت عندك ايجنسي؟ قلت لهم اعتبروني عندي ايجنسي. ورحت رايحه، قمت من عندهم، رحت رايحه ابتديت في ورق الشركه بتاعتي. هسمي الشركه ايه؟ انا نايمه حلمت ان انا سميت شركه ماما عشان اقول كام تو ماما، او انا عملت ده عند ماما. عملت الشركه
ورحت وما ضحكتش عليهم، يعني هم بقى جمالهم ده ممكن يكون اجمل كلاينت اتعاملت معاه في حياتي واذكى واعقل، فاهم قصدي؟ كلاينت اتعاملت معاه لانه عايز يؤمن بالفكره ويشتغل مع ناس اللي مؤمنين بالفكره، واحنا اللي في ظهرك. يعني اشتغلت معاهم بطريقه غريبه، هم اللي في ظهري، فاهم قصدي؟ يلا افتح الشركه. مش كلاينت بقى زي الكوميكس اللي بنشوفها انا على بقول فيلم. لهم انا بفتح شركه عشان اعمل اعلانكم، يلا احنا معاكي. كلاينت كبير وبكلمك في اسم كبير وبادجت كبيره جدا. جابوا عمرو دياب يعني جبنا عمرو دياب، دي احلامي بقى، اللي هو كل ما احلم يقولوا لي هنعرف. طب والايجنسي بقى بتعمل ايه غير يعني فتحتيها عشان كده؟ هي عامه بقى هي اساسها بقى ابتدى من هنا، وابتدى الموضوع. انا لما فتحتها انا ما كنتش متخيله يا هادي هلاقي الصدى ده. انا بلاقي ناس بتكلمني من كل حته، احنا عايزين نشتغل، وكلاينتس بيكلموني عايزين نشتغل معاك، يعني كوبي رايت، مواهب، ناس عايزه تشتغل. فاقول ماشي، ده الموضوع ده شركه بقى. وبعدين الاقي الناس بتكلمني كلاينتس، انت احكي لنا ايه النشاطات اللي انت بتعمليها؟ طب انت بتعملي كونتنت؟ بقيت عامله زي فيلم ياسمان، انت بتعملي ايه؟ انا بعمل اللي اقدر اعمله. يعني انا هعمل ميوزك برودكشن، هعمل كل احلامي. انا قررت ان ماما دي هي المكان اللي الاسم لايق برضه، هي الامهات عامه بتعمل كل حاجه يعني. كل حاجه بقى. ما انا عملت فلسفه بقى، فاهم قصدي؟ ورا الفكره ان هي كل حاجه اولا مصدرها الام، ثانيا الام هي اللي بتحول من الاشياء حاجه كامله. بالظبط، فاهم قصدي؟ يعني وانت عندك طولة وجبه من البني ادمين، عيله من الحاجات، بيت، يعني هي ماما. فاهمني؟ وانت عندك بقول لك طولة بال مع المواهب الجديده وكده، فهتعرفي تنقي ناس. غير ان يعني انا ماما بقى. انا الغزاله رايقه ده كان طفل قابلتيه بالصدفه او شفتيه على النت؟ شفت له فيديو على السوشيال ميديا، وبعته المخرج فعلا ساعتها، وقابلوه بقى الملحن واحمد طارق يحيى وكله، وعملوا، يعني فاهم قصدي؟ وانا كده بقى معظم التالنتس اللي بعملي كده بقى في الايجنسي. بعمل كده، بس انا بعمل كده من قبل ما ابقى ايجنسي. واقول لك حاجه، الناس بقت بتبعت لي هي اكتشفيني بقى وكده، تعالي نقعد، مش عايزه اقول كلمه كبيره اكتشفيني، بس اللي هو انا عايزه اسمعك ونقعد واسمع ناس والاقيهم كده، ونقعد نفكر افكار ويلا نجرب نعملها. فانا فاتحه الشركه دي دلوقتي في اللحظه دي. طبعا في شغل وفي حاجات اللي هو عادي شغلنا اللي بنفهم فيه وبنعرف نعمله، بس انا عاملاها بقى كمان عشان اشوف انا هعمل ايه تاني. يعني فاهم قصدي؟ انا عايزه اعمل ايه؟ انا عايزه اعمل كونتنت زي ما كنت بقول لك، اعزز الثقافه المصريه شويه شويتين. طب احمد سعد، انت عملتي معاه كام اغنيه؟ تعرفي تعدي؟ تعالى نعد بقى. سايرينا يا دنيا، ماشي. احنا قلنا صاحبي يا جدع، اليوم الحلو ده، قهقهة للضحكات، اختياراتي مدمره حياتي. في النص بقى اعلانات على فكره كده، يعني قوليها برضو لو فاكراها. في واحد كان بتاع ماني فالوز، مبروك يا ابن المحظوظه، دي لسه نازله في فيلم، واغنيه تانية اسمها ايه ده لا، نزلت في فيلم محمد امام. بس الحاجات الاخيره دي كان بسبب ان كان في ساعتها ظروف واحداث وكده، فكان شويه في لخبطه، مش عارفين هي جزء من الفيلم بس في نفس الوقت يعني مش بيعملوا بوستنج ليها لوحدها. للاغاني، ومش بيغنوها كتير كده، يعني عشان الظروف العامه ما كانتش شبه الحاجات التانية اللي نزلنا، فالحاجات يمكن اللي اتعطلت اكتر. عامله مع احمد، انا خايفه اكون ناسيه يعني. بص، طب اشمعنى بقى؟ نصيب الاسد يعني اشمعنى هو علشان ايه اليوم الحلو ده نجحت نجاح فظيع، فاللي هو قلتوا تستغلوا بقى الدنيا ماشيه؟ من قبل اليوم الحلو ده احمد انا ما بعتبروش حد بشتغل معاه، انا بعتبره بارتنر، شريك. يعني بعتبره ليه في مشواري زي احمد طارق يحيى مثلا. يعني فاهم قصدي؟ احنا لينا في بعض وحققنا سوا، وربنا كرمنا سوا ورزقنا سوا. وفي برضه عند بهاء سلطان بحبها قوي برضه، اللي هي دلوقتي عجبناكم. ايوه بقى قوي. وده برضه يعني بص عمرو دياب، دلوقتي عجبناكم ما كنا حلوين ومعاكم، فجأة الشوق فجأة الشوق وجاكم. طب ايه كان مشاكوا حاجه؟ الشوق جابكوا. طب ايه كان مشاكوا؟ دلوقتي بقينا فله، ده انتوا كسرتوا ورانا قله. انت بتجيبي الكلام ده منين؟ انا هتجنن والله العظيم. ولايق كله على بعضه وبيخش القلب بسهوله، والناس صوتها حلو بتغنيه بجد، اغاني عظيمه يعني بص، عشان انا يمكن بكتب من تجارب حقيقيه، ما كانتش تجربتي هتبقى تجربه
حد قريب او تجربه. انا دايما بحب اكتب من الحقيقه، فبيجي لي من الحقيقه. دي يعني مثلا من الاغاني اللي هي سمعتها كده دي من دلوقتي عجبني كده مع انها دي من اقدم الاغاني عملتها. ده كان اول تعاون بيني وبين بهاء سلطان، كان حلم برضو من احلامي لاني عاشقه لبهاء سلطان وفان. وبرضو عزيز الشافعي هو اللي مكنني من هذا الحلم يعني، وهو اللي شغلني معاه. طب زي ما كنت بتقولي عمرو دياب كده، مين اللي دلوقتي حلم؟ لسه فاضل يعني. جسمي طبعا يعني طول عمره انا جسمي لازم بقى وحاسه ان انا هعرف اعمل حاجه مختلفه ان شاء الله معاه. وبحب صوته لان صوته بيضحك، صوته عالمي، صوته بيدخل البهجه في قلبي. يعني جسمي ده كده اي حاجه، حتى ما بيغني لمصر هو اصلا اغانيه لمصر بفرح ده مغني واحده حتى هي مش جديده، مش بتاعته، اللي هي يا اغلى اسم في الوجود. يا اغلى اسم في الوجود ده غناها على المسرح. انا بقعد اسمعها كده ساعات، بقعد اسمعها كده بشغلها واقعد اتفرج عليه واقول يا رب ايه في حته بحبها قوي لما بيقول في حته في الاخر خالص لما بيقول والله، يعني في وسط ما هو بيغني بيحب مصر بجد، في وسط ما هو بيغني بيقول بص انا اصل انا جزء من عشقي لجسمي اصلا هو بيحب مصر ده. انا يعني بص، وبحب حبه اللي هو الصادق اللي في حاجه انوسنت كده، بيحب مصر حب الطفل يعني، فاهم؟ بحب جسمي قوي، فهو اكيد من الناس اللي نفسي اعمل لها اغاني. ليه بقى مع عمرك ما عملتي اغنيه حزينه؟ يعني انت بتقولي بكتب اللي بحس بيه، ما شاء الله ما بتحزنيش يعني؟ لا بحزن ده انا دراما كوين على فكره. انا بزعل عشان الناس فاكره ان انا طول مفرفشه وكده، بس انا بحب دايما اكون الناس فاكراني بطاقه ايجابيه. معرفش يعني عندي تحسس رهيب في ان انا اشارك الحزن حد، وده منقول في الاغاني بتاعتي. كاني يعني انت حتى لو دخلت لو قبل احداث غزه مستحيل تلاقيني احط خبر وحش. ايوه كله مستحيل. يا هحط نكت وهزار، يا هحط اغاني، يا هطلع مثلا لايف اهزر مع الناس. حتى لما بيبقى عندي يعني مثلا في العيله في حاله وفاه او كده، نادرا لازم يبقى حد قريب جدا وانا ذوقيا مضطر ان انا اشار ان في عزل يعني بابليكلي او بتاع. انما انا في العادي بحس الحزن ده عوره يعني، فاهم قصدي؟ انا بعمله كده. انا بحس ان الحزن ده مش لاي حد ان انت تشاركه مع الناس. بس انت في ميزه انك هتكتبيه على ورق وتديه لحد بقى يقوله بصوته. هو مهم اصلا. هو تخيل ما كانش فيه اغاني حزينه كنت لعب انا ولا حد بيعبر عن بيساعدنا نخرج اللي جوانا. بس انا بكلمك عن حاجه فيا غصب عني، مش بقول هو ده صح او غلط. طب ايه اكتر اغاني حزينه بتحبيها؟ كل بقى ده انا اموت في اديني يعني انا بشكر الناس اللي بتكتب ده، لان انا ما عرفتش اعمله لحد دلوقتي. يعني اديني مثال. لا من زمان في اول يوم في البعد عمرو دياب برضو. بحب قوي. في حاجات فيها كده زي نوستالجيا. لا يعني في حاجات لأم كلثوم. يعني في اغنيه ام كلثوم اسمها ظلمنا الحب، دي بتقول انا وانت نسينا حتى نتعاتب ونتصالح. وعز عليك تسيب العند وتسامح، وعز عليا فوت البعد وتصالح. يعني حاجه اللي هو شفت انا وانت من كتر العند اللي احنا فيه مستيل حتى تعاتبني. بتزعلني قوي الاغنيه دي لانها حقيقيه يعني it's very real. ووردة بقى عملت ايه فينا السنين. في اغنيه برضو وشيرين عبد الوهاب لما بتغني تقول منك لله. اللي منك لله، اللي هي يا ما قلت عليك ان انت اناني ما بتفكرش. ايوه انا هقول لك، انا برضو بسمع الاغاني اللي ليها علاقه الفترة اللي أنا فيها دلوقتي. فأنا يعني الحمد لله حسب حالتك المزاجية. الحمد لله. فمروقين عليك أنت اليومين دول. الدنيا حلوة. أنت بالنسبة لي تحفة. اللي هو الكتابات اليوم الحلو ده وبتاع ماشي. خلاص ربنا يا رب ما اسمعش حزين خالص. لا أنا بسمع حزين عادي. بالعكس أنا بحب الحزين قوي. وكل ما شفتفتني معنا معاك بحب الحاجات اللي في غريبة الناس عارفاها بتاعت وائل جسار. غريبة الناس. طب بس أنا كمان في الحزن بميل أكتر قديم. احنا هنخش نلعب بقى جوه. هنلعب ايه؟ هتلعبني بلاي ستيشن؟ ما بعرفش العب. هلعب كراش وعربيات وبتاع وهنلعب لعبه تانية بقى انها كلمات اغاني. هديكي الجمله واشيل الكلمه كملي وانا اكمل. اكمل. هبقى